طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. الصلح بين قريتي عد حرب وعداقة لحنا. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في مديريات إقليم شمال البحر الأحمر. إحياء يوم السكري في إقليم عنسبة. بريطانيا تسحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي. دعوات لوقف الحرب في أوكرانيا في قمة ال20. عدد سكان العالم تخطى رسميا 8 مليارات نسمة، وتحذيرات من الانفجار الديموغرافي. من العناوين إلى التفاصيل. جرت يوم 13 من نوفمبر مراسيم الصلح بين قريتي عد حرب وعداقة لحنا في الخلاف حول الأرض الذي استمر لحوالي 40 سنة بحضور المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والأعيان والضيوف المدعوين. وذكر ممثلي القريتين أن الخلاف الذي استمر لعشرات السنين أثر سلبا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، شاكرين الجهات التي سعت لإحلال الصلح والسلم. وأوضح مدير مديرية دوارو السيد فروانجيل تقلايمانوت أن الخلاف حدث عام 1983 جراء خطوات اتخذها نظام الدرك الاستعماري، ونتيجة لجهود حله بالصلح تم حراسة الأراضي بصورة مشتركة خريف 2022 ليجد الخلاف الحل. وذكر السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نجوسية أن حل الخلاف بالصلح من ثقافة الشعب الإريتري التي اعتز بها، مهنئة الساعين لحل الخلاف بالصلح. غيمت مديريات نقفة وفعبت وقارورة ودبحة في إقليم شمال البحر الأحمر يوم 7 من نوفمبر غيمت نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022 وبحثت برامج عمل العام الدراسي 2022-2023. وبحث الاجتماع التقرير المقدم في قسم امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم، مشيرا إلى أن النتيجة أفضل في الريف منها في المدن والبلدات. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتحسين النتائج. ودعا مدير مديرية فعبة السيد أحمد محمد نور رجب في الاجتماع للقيام بالمتابعة اللازمة بالتعرف على المميزات والقصور ووضع برامج التحسين. وقدم مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان توضيحا في التقرير والآراء المقدمة، مناشدا جميع المؤسسات الحكومية والاتحادات والمدارس للعمل المنسق. دعا أعضاء جمعية السكري في إقليم عنسبة لتوسيع الخدمات المقدمة المقتصرة حاليا في مستشفى كرن إلى المديريات نظرا لبعد المناطق وعدم ملائمة المواصلات. جاءت الدعوة في مناسبة إحياء اليوم العالمي للسكري في مدينة كرن. ودعا رئيس الجمعية في الإقليم السيد كيروس سرغي جميع مرضى السكري للتجمع في الجمعية للاستفادة الجيدة من الخدمات. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كساتس برهان سلومون أن الدواء الأنجع لمرض السكر هو قبول المرض والاستعداد للتعايش معه. وقال أن تناول الدواء جيدا وتنظيم الغذاء والنشاط الرياضي يساعد في خفض مصاعب المرض. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاتسين قرماي العمل للتعرف على أوضاعهم الصحية في المؤسسات الصحية المجاورة واتباع إرشادات ونصح المهنيين الصحيين. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تنويرا للجان للتأهيل الاجتماعي والتنمية من 17 ضاحية في مديرية قندع للدفع بأنشطتهم. تناول سيمينار مضمون التأهيل الاجتماعي والتنمية وسبل التعرف على المعاقين والمسنين والمحتاجين الآخرين وتقديم الدعم لهم بالتعاون مع الشركاء.
وقال مدير مديرية قندع سيد عمر يحيى أن التعرف على المحتاجين والعمل لحصولهم على الفرص المتساوية تحسين معيشتهم مهمة يشارك فيها المجتمع عامة وخاصة إدارات الضواحي. وذكر ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان مساعدة أنشطة التوعية التأهيل والتنمية لتحقيق تطور ونماء المحتاجين، داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في جهود لإعادة معيشة المعاقين والمحتاجين الآخرين إلى الوضع الطبيعي. كما عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قندع سيمينارا لسكان ضواحي الصارات وحصيت ودنقل لمكافحة العادات البالية. قام سكان تمرات في مديرية فورتو ساوا بإصحاح بيئتهم لمكافحة الأمراض المعدية. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية الممرض هايلي حيلوم في مراسيم تدشين إصحاح البيئة إن العمل المجتمعي لإصحاح البيئة يساهم في مكافحة الأمراض المعدية عامة والأمراض التي تحدث بسبب نقص النظافة. من جانبه أوضح مدير مديرية فورتو ساوا السيد أبو بكر محمود تحقيق نتائج مرضية من إصحاح جميع القرى بيئتها لضمان الصحة العامة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت القوات المسلحة البريطانية عن سحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي. وقال وزير في الحكومة البريطانية أن بريطانيا ستسحب 300 جندي كانت قد أرسلتهم إلى مالي كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد انسحاب مماثل هذا العام من قبل دول غربية أخرى. يأتي الانسحاب المبكر بعد أن بدأت فرنسا وحلفائها العسكريين في سحب الآلاف القوات من مالي هذا العام، حيث بدأ المجلس العسكري للبلاد التعاون مع متقاعدين من القطاع الخاص. وتسببت الانسحابات الغربية من مالي هذا العام في مخاوف الدبلوماسيين من أن يؤدي ذلك إلى زيادة العنف وزعزعة استقرار الجيران وتشجيع الجماعات المتطرفة. نددت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي في إندونيسيا بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم، في حين حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من استخدام الغذاء كسلاح، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف الحرب وفق خطة سلام وضعتها بلاده. وقالت المسودة التي لم تعتمد بعد رسميا ويمكن أن تتغير إن الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي. وكشف مشروع البيان الختامي للقمة التي تختتم الأربعاء أن الدول المشاركة في قمة بالي بما فيها روسيا ستندد بالآثار السلبية للحرب في أوكرانيا فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والتضخم وغيرها. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ترفض محاولة إدانة روسيا في البيان الختامي لمجموعة العشرين، متهما الدول الغربية بمحاولة تسييس البيان الختامي. وفي الإطار نفسه حذر الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال القمة من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. تجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب. وترجح الأمم المتحدة النمو السكاني لتطور البشرية إذا أن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية. وفاقم النمو السكاني تداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية، لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في أن الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراءً.
قتل إسرائيليان وأصيب آخرون في عملية طعن نفذها فلسطيني بجنوب نابلس بالضفة الغربية قبل أن يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر إسرائيلية بوفاة إسرائيلي آخر وإصابة 3 في عملية طعن التي تمت بفارق دقائق قليلة. وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات وأغلق المنطقة بالكامل. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين على الأقل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وضواحي القدس خلال 24 ساعة الماضية. تذكير بأهم العناوين. الصلح بين قريتي عد حربو وعدا قدحنا. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في مديرية إقليم شمال البحر الأحمر. إحياء اليوم العالمي للسكري في إقليم عنسبة. بريطانيا تسحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي. دعوات لوقف الحرب في أوكرانيا في قمة ال20. عدد سكان العالم يتخطى رسميا 8 مليارات نسمة وتحذيرات من الانفجار الديموغرافي. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.